بصوا بتبقى عاملة ازاي، يا نهار ابيض. أبوها كان نفسه تبقى دكتورة فدخلت تجارة وسابت شغل البنوك والشركات والأرقام واتجهت للفن، بس من نوع خاص فن الطبخ، وبقت شيف. مناسبة غير سارة في العيلة كانت السبب في اكتشافها. الشيف فيفيان فريد عملت من الفسيخ سلزونات وليها بصمتها في كل أكلة بتقدمها. تعالوا نعرف إيه حكايتها وإزاي دخلت مجال الطبخ واتشهرت لحد ما قدمت برنامج. أناقتها ورقتها وكاريزمتها كانوا سبب في إنها توصل لقلوب الجمهور. كلامها الحلو ولذاذة وصفاتها وبساطتها خلت المتابعين يحسوا إنها منهم ومش غريبة عنهم. فيفيان بتعشق الطبخ، وطول ما هي موجودة مش بتدي فرصة لحد يقف في المطبخ، ومرت بمراحل كتير لحد ما بقت الشيف فيفيان فريد. فيفيان والدها ضابط جيش وكان نفسه يشوفها دكتورة صيدلانية، وحلمه إنها تدخل كلية الصيدلة، ولكن في الثانوية العامة للأسف ما جابتش المجموع اللي يدخلها صيدلة، رغم إنها كانت شاطرة ولكن حظها كده وما حصلش. أبوها اقترح عليها تدخل تمريض عسكري بحكم شغله، ولكن هي رفضت وقالت له مش هدخل أي كلية ليها علاقة بالطب، وحصل ودخلت تجارة وخدت ال4 سنين في 5. ولكن ده مش نهاية العالم، وخطط وترتيبات ربنا أحسن من أي خطط للإنسان. فيفيان رغم إنها في كلية كلها حسابات وأرقام، ولكن هي ملهاش في ده، ولحد النهاردة ما بتعرفش تحسب ولا تعد فلوس حتى، لكن تعمل ميزانية ما تخرش المية وتنافس بيها خبراء كمان. علشان كده لما اتجوزت بقت ست بيت مدبرة، وحتى في الطبخ كمان بتعمل من الفسيخ شربات. من وهي في الكلية كانت بتتدرب وتشتغل في بنوك بحكم دراستها، وكانت شاطرة قوي في شغلها والكل كان منبهر بشطارتها، ولكن هي ما كانتش مبسوطة ولا حاسة انها بتعمل الحاجة اللي بتحبها ولا بتحقق ذاتها خالص، وكانت شايفة الشغلانة روتينية جدا. كان نفسها تكون مذيعة، لكن هي عارفة ان ما كانش سهل، واتجوزت وخلفت 3 عيال وبقوا كل حياتها البيت والعيال. حصل في العيلة عندها أزمة، أو زي ما بتقولوا كده مناسبة غير سارة. حد رحل عندهم فطلب منها تعمل أكل في المناسبة دي، والغريب إن كان وقت صيام، وطبعا ما ينفعش ياكلوا لحوم وفراخ وسمك. فيفيان دخلت في تحدي مع نفسها وعملت لهم سفرة صيامي ملوكي، والكل انبهر من الأكل وطريقة التقديم واللمسات الفنية فيه، رغم إنها مناسبة غير سارة وكمان في الصيام، فما بالكوا لو عزومة ولا فرح ومش صيام. ومن هنا قررت إنها تتجه لمجال الطبخ وتبقى شيف، وبقت تسعى في الموضوع لحد ما قدمت وصفات في صفحات على السوشيال ميديا زي الوصفة، ودي طبعا من أشهر المنصات اللي بتقدم وصفات، وقالت إنها بتصنف الست عالميا. بدأت فيفيان معاهم تقدم حلقات لمدة دقيقة، ولكن ما حصلش صدى كبير وما كانش عندها وقت تطلع اللي عندها وتبرز شخصيتها، فخلوا الدقيقة 5 دقايق. وقدرت فيفيان تعمل لنفسها شخصية قدام الكاميرا. درست فيفيان وما اكتفتش بموهبتها، وطول الوقت بقت تقرا وتذاكر وتجدد في الوصفات وتحط لمستها اللي ميزتها عن شيفات كتير، وكانت السر في شهرتها ونجاحها. ومن ضيفة في برنامج ورا برنامج، وعلاقتها كبرت بمجال الميديا لحد ما قررت تقدم برنامج من بابه تكون هي المذيعة والشيف في نفس الوقت، وحصل وقدمت برنامج على قناة 10. ورغم كده هي شايفة ان مش اي حد ينفع يلبس بالطو الشيف، وقالت بالطو الشيف ما ينفعش اي حد يلبسه، لازم يكون واخد شهادة بده. بالطو الشيف مسؤولية كبيرة، علشان كده مش اي حد ممكن يلبسه. انا بلبس لبس عادي وبراعي انه يتوافق مع تقديمي لبرنامج للطهي، لسه بدري على البالطو.